نتابع فقرتنا من عالم الموضة، حيث شارك بالأمس المصمم المصري هاني البحيري ضمن مهرجان دبي للموضة، ورح نتعرف على جديده مباشرة من استديوهاتنا واستديو يا هلا في دبي. مرحب فيك. اهلا بحضرتك. بنقول لك الف الف مبروك على الزواج، يعني عريس شهرين صار لك تقريبا. شويه يعني. الف مبروك. الله يبارك فيك. خبرنا عن مشاركتك في مهرجان دبي للموضة، كيف كانت وكيف لقيت الاجواء فيها؟ والله بص، انا تلقيت دعوه يعني اوريدي ان انا اشارك في دبي فيستيفال الموضه 2010. انا مسافر باريس كمان اسبوع عشان عندي حاجه مهمه قوي، فلا تلقيت الدعوه فقلت واي نوت، ان دبي بلد الموضه والجمال أكيد. والثقافه، فلازم ان انا اقدم الكوليكشن بتاعي الاول في دبي، عشان احس ان دبي ما شاء الله يعني حاجه مهمه جدا في الدول العربيه. يمكن بيروت ودبي من اهم الدول العربيه في الموضه وفي الازياء وفي في الاناقه وفي الفن كمان. المشاركه كانت لطيفه جدا، كان في بعض مصممين الازياء اللي مقدمين التراديشنال دريس. انا استفدت كمان اللباس التقليدي اللي هو زي الامارات. انا استفدت، كان ممكن اول او ثاني مره اشوف الكلام ده. وكان في معانا في الهوليود نايت، كانت امبارح، كانت اللي هي كلها اللي كان فيها الحفله وكان فيها الفاشن شو الكبير، فكنت حاسس ان حاجه مهمه قوي كانت لازم تقدم يعني. طيب هاني، يعني احنا طبعا المجموعه اللي عرضتها هي مجموعه ربيع وصيف 2010. خبرنا بشو تميزت هالمجموعه، واحنا عم نشوف طبعا قطعه من اول قطعه من هالمجموعه. انا مقدم كوليكشن يعني تقول فيه متميز جدا بالبساطه في الكات، يعني باين ان الانثى القصه باين ان البنت فيري فيمينين، شكلها كتير انثوي، وفي كتير من الشغل التطريز اللي اوريدي بيرسم بشياكه باناقه، بيبين جمال الجسم وجمال القصه. انت كثير حرصت انه تكون اللمسه الشرقيه موجوده. اكيد مهم، عشان احنا دولنا العربيه متطلبه ان احنا عايزين مصممين ازياء، عايزين نفرغ جيل جديد كمان يقول احنا الموضه بتاعت بلدنا. المصمم العربي اقدر بكثير يعرف جسد وفهم وذوق المراه العربيه، فانا بشتغل على ذوق المراه العربيه عشان اوصل للمستوى ده، بدل ما المراه العربيه تطلع لمصمم ازياء اوروبي يبقى مش فاهم ايه طبيعه افراحنا ومناسباتنا وشغلنا. فانا بقول ان احنا عندنا كثير من الفهم لجسد وطبيعه المراه العربيه. حلو كثير. طبعا انت حضرتك في مجموعتك قلت ان البساطه هي شيء اساسي، وايضا ان تكون هناك في لمسه شرقيه ايضا في تصاميمك. مهم جدا، مهم يعني. عندنا حتى اسبوع الموضه اللي جاي ان شاء الله في باريس قريب، ده اول اسبوع موضه اورينتال فاشن ويك في باريس، وبس عايزين يلقوا الضوء على مصممي الازياء اللي بيلقوا الضوء على الموضه الشرقيه. اكيد. فانا ببرز الجمال والشياكه بس بطريقه شرقيه اكثر. شرقيه اكثر. عم نشوف فستان، يعني انت حضرتك كثير عم تستخدم الكريستال بشكل ملفت، ولكن بنفس الوقت عم تقدر تحافظ على البساطه اللي هي هدفك. كيف قدرت هذا الشيء؟ ما هو بص، ان في مثلا بقول الماء باناقه، ممكن تبقى شكلها لطيف جدا، كل الفستان مشغول صح. بشياكه، بس في رسمه، في فكر ورا الفستان، في بنقدم ديزاين. مش احنا حيلا احنا بنجيب الخامات وبنشتغل، احنا طبعا في فكره ورا الفستان. الاول حاجه عندنا الجسم لازم يكون شكله لطيف جدا، القصه فيري سيمبل، وبعد كده مرسوم بدقه جامده ومشغول باناقه. فحتى لو اشتغلنا كميه كبيره جدا، بس في الاخر بتشوفي جسد المراه شكله لطيف جدا، والشغل كله واضح، يعني عاملين شغالين على اساس. طيب بنلاحظ كثير بخطوط الموضه العالميه عم بيصير في اتجاه للاشكال الهندسيه تكون بفساتين السهره. حضرتك لما خبرتك شو رايك بالاشكال الهندسيه قلت لي لا انا شرقي 100%. بحب قوي ان احنا نلبس حاجه قريبه لطبيعتنا وشكلنا، مثلا الفلاورز شكلها حلو، الشغل التركي شويه، الشغل الشرقي اكتر، لكن الاشكال الهندسيه عايزه حد يعني فيري ستريكت، يعني حد جامد قوي متصلب انه يلبس حاجه زي كده. في دولنا العربيه الستات لطاف جدا، بيحبوا الحاجه شكلها حلو انيق، يبقى تليق على مجتمعنا اكتر. فانا بشتغل على السكه دي، والحمد لله لاقي استحسان الحمد لله. اكيد اكيد. البساطه قلت لي موجوده في تصاميمك، ولكن شو السر، شو السبب انه انا هاني البحيري بدي البساطه تكون في كل تصميم انا بقدمه؟ ساعات بقدم فساتين طبعا مش فيها البساطه للدرجه، مثلا فيها موديل اكتر، بس انا بحب ان انا ابرز جمال جسد المراه وجمال المراه. مش مهم تقولي ممكن ست داخله حفله تقولي الله ست حلوه لابسه حلو، مش فستان حلو على ست صح. يا حيالله شكلها المكملين لبعضهم البعض. مهم قوي الست تبقى شكلها حلو، جسمها حلو، لابسه حلو. فانا هدفي ان ابراز شكل وجمال المراه مهم قوي، لازم اشتغل على في خدمه المراه. انا دي الهامي اللي انا بشتغل عليه، فمهم قوي ان انا اعمل حاجه شكلها مميز. اكيد. هاني، قد ايه انت بتفكر بكل اشكال المراه العربيه، يعني المراه الضعيفه، المراه السمينه، قد ايه هن بتفكر فيهم ككل كمراه؟ عندنا سكتشز طبعا، دي طبعا ده عندنا التارجت الاولاني طبعا الموديل اللي هي جسمها جسم الايديال، شكلها ستاندرد
ستاندرد زي الموديل. بس طبعا مش كل العاملات كلهم طبعا الموديلز. فاوريدي بنغير ساعات بعض الحاجات اللي تليق على البنت اللي مثلا شويه عندها صدر شويه اكبر، او مثلا ارداف اكبر شويه او كذا، بنعمل سكتشز. بس طبعا في بالي ان انا الفستان يخدم المراه، ان هو يخدم الجسد كمان. احنا عم نشوف فستان طبعا، هلا خبرنا عنه اكثر. ده من المجموعه الكبيره الجديده اللي طالعه باريس ان شاء الله. ده الاورينتال فاشن ويك. انا قصد ان يبقى الفستان كله مشغول، وفي اجزاء كلها سيركلز كلها بالبايت الكبيره وبالشغل وبالاناقه، وبنقول ان احنا عندنا مصممين ازياء بشكل لطيف جدا وفاهمين طبيعه يعني خبرنا شو المواد اللي بستخدمها. انا حاطط البايات المات الذهبي، وحاطط الاستراس والستونز الذهبي والسيلفر الصغير او الاستراس، وعامل بقى ميكس بقى ما بين كل دول على فستان كانه منحوت. عارفه تحس ان الفستان صح مظبوط. يعني حد شافه لسه قريب كده، كنت لسه بشتغل فيه، فقال لي ده انت كانك ناحت على جسم مظبوط 100%. فهو عامله على سكين كلر اول حاجه بدايه، فهو طبعا مبطن يعني اوريدي مش شفاف، بس اوريدي الفستان كله مشغول كانك شغلاه على لوحه فنيه يعني. حلو كثير. هاني، قد ايه الالوان اللي مطلوبه بربيع وصيف 2010 تكون فاتحه ومنعشه اكثر؟ انا بحس انها الوان فيري سمرش مهمه قوي، ان احنا داخلين على صيف وحر، واحنا في الدول العربيه للستات شويه على خمريات، فمهم قوي يبقى الروز البونبون الفاتح، الروز السيلفر الجولد الشامبين البيبي بلو الابيض. انا شغال على كده. بالنسبه للاقمشه انا بقول الشيفونات والتل الحرير وكتير طبعا من الشانتونج الحرير، بس كتير مش بيليق على اجسام كتير، فانا اوريدي لازم ادخل اللي هو موضه او الشانتونج الحرير والستان. بس اوريدي انا يعني عشان الموضه بنعمل 4-5 قطع في الكوليكشن، بس البقيه الفساتين كلها على اقمشه ناعمه وفضفاضه. اكيد بتخدم يمكن جو الصيف والربيع. جو الصيف والاجسام. صح مظبوط. مهم قوي. يعني هاني البحيري اسم معروف في العالم العربي وفي مصر. من الاعمال ايضا اللي انت حتقومها في المستقبل القريب مش البعيد، حضرتك حتقوم بتصميم ازياء الفنانه والممثله نادية الجندي في مسلسل الملكه نظلي. خبرنا عن الموضوع كيف بنشتغل عليه. يعني اوريدي بقى لنا يمكن 3 شهور بنشتغل على مسلسل الملكه نظلي. هي الملكه نظلي دي اهم ملكه في العصر الحديث صح. لمصر. وكتير من يمكن في لو جدتي كانت عايشه مثلا كانت تبقى فاكره الملكه نظلي عامله ازاي، كتير مشاهدينها وكتير عارفينها وليها تاريخ كبير. كيف قدرت تستعد يعني فترات زمنيه مختلفه؟ صعبه قوي، صعبه، بس اشتغلنا طبعا بالانترنت وبالكتب طبعا القديمه أكيد. ودخلنا جوه الشخصيه بكل اعماقها. يمكن حتى المسلسل هيبتدي اول جزئيه فيه ان هي بتتوج ملكه لمصر. طبعا لازم اول حاجه يبقى عندك اول امبريشن، يا اما المسلسل يبتدي معاكي بضجه جامده جدا صح. هتتوج ملكه، فالفستان لازم يبقى ضجه جامده جدا، التاج الوشاح الملكي. بعد كده عندنا ملكه الام، بعد كده عندنا الملكه لغايه ما تنفى بره مصر صح. تعيش في امريكا. كل المراحل مراحل كبيره جدا، فان شاء الله يا رب يبقى على قد المستوى. هنحكي اكثر عن التصاميم، ولكن خبرني عن هذا التصميم اللي عم نشوفه على الشاشه هلا. ده فستان ممكن ينفع لعروسه، ممكن ينفع لخطوبه، ممكن ينفع بص برضو كله تطريز وناعم جدا، كله شغل هاند ميد، كله هو من التل الحرير الاوف وايت وكله على برنسيس اللي هو الميرميد اللي هو الموضه او الاتي اللي باين جمال جسم المراه، وتحت شويه على واسع علشان ممكن يبقى ليه جيبونه من غير جيبونه. بس في تفاصيل كتير، يعني ممكن ده مثلا خد مننا 4-5 شهور شغل. حلو بس كتير. بنقول ان عندنا في ايادي عامله بتشتغل حلو قوي زي الايادي الاوروبيه والزياده الحمد لله. صح مظبوط، اكيد ما في شك بهالموضوع، ما في شك بهالموضوع.